حبايبي. درسنا النهارده درس لذيذ وسهل جدا بس محتاج شوية تركيز. أول درس عندنا السنة دي اسمه درس قارة أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. تمام، بيكلمنا عن قارة أفريقيا. الترم ده كله هيكلمنا عن قارة أفريقيا. قبل ما نتكلم عن قارة أفريقيا لازم نعمل مراجعة سريعة على قارات العالم. احنا قلنا إن قارات العالم 7 قارات. تمام، احنا واخدين السنة اللي فاتت. قلنا ايه؟ قارات العالم بتنقسم لقارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. قارات العالم القديم زي آسيا، أفريقيا، أوروبا. زي آسيا، أفريقيا، وأوروبا. قارات العالم الجديد زي أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، وكمان أنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية. يبقى قارات تنقسم قارات العالم لقارات عالم قديم وقارات عالم جديد. يبقى قارة أفريقيا بتقع في قارات العالم القديم. قارة أفريقيا تقع في قارات العالم القديم من درجة قارات عالم قديم: آسيا، أفريقيا، أوروبا. طبعا أفريقيا بيقع فيها وطننا الحبيب اللي هو مصر. طيب، مساحة قارة أفريقيا بيقول لك تبلغ قارة أفريقيا مساحتها من يابس الكرة الأرضية 20%. 20%، وهي تاني قارات العالم من حيث المساحة. أولى قارات العالم مساحة هي آسيا بنسبة 30%. طب تاني قارات العالم مساحة هي قارة أفريقيا بنسبة 20%. بنسبة 20%. فتبلغ مساحة قارة أفريقيا بالنسبة ليابس الكرة الأرضية 20%، يعني خمس مساحة الكرة الأرضية. هي تاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا. تبلغ مساحتها حوالي 30.4 مليون كيلو متر مربع. 30.4 مليون كيلو متر مربع. طيب، عايزين نعرف بقى موقع قارة أفريقيا على الخريطة. هي بتقع فين؟ موقعها الفلكي وموقعها الجغرافي. طب يا ميس أنا مش فاهم يعني إيه موقع الفلكي وموقع الجغرافي. أقول لك، الموقع الفلكي هو دواير العرض وخطوط الطول. فاكرين دائرة العرض الرئيسية اللي هي دائرة الاستواء، مدار السرطان، الدائرة القطبية الشمالية، مدار الجد، الدائرة القطبية الجنوبية. دي دواير العرض، دي كلها اسمها ايه؟ دواير العرض. كمان موقع الفلكي خطوط الطول زي الخط الرئيسي اللي هو خط جرينتش اللي بتبقى درجته 0. يبقى الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لدواير العرض وخطوط الطول. بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. إنما الموقع الجغرافي هو إيه؟ هو موقع المكان بالنسبة لليابس اللي هي القارة والماء اللي هي المحيطات والبحار. يبقى هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. يابس اللي هي الأماكن سواء كانت بحار ومحيطات أو كانت قارات أو دول. يبقى يابس اللي هي قارات أو دول أو بحار أو محيطات. يبقى موقع المكان بالنسبة لليابس والماء أو بحار ودول ده اللي هو الموقع الجغرافي. الموقع الفلكي موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودول العرض. طيب يلا نعرف موقع قارة وفيها كام دائرة عرض، وكمان بيحدها ايه من الشمال والشرق والغرب والجنوب. نبدأ بالموقع الفلكي. تمتد قارة أفريقيا بين دائرة عرض 37.5 شمالا و34.5 جنوبا. بص كده، 37.5 شمالا هي بتبدأ أكتر في الشمال، و34.5 جنوبا. طيب بيحدها ايه من دوائر الأرض؟ بيقولك بيعدي في شمال قارة أفريقيا دائرة العرض اللي هي مدار السرطان. يبقى في شمال أفريقيا بيعدي مدار السرطان. طب في وسط قارة أفريقيا بيعدي مدار ايه؟ بيعدي دائرة الاستواء. بتعدي دائرة الاستواء. يبقى في وسط أفريقيا بتقسم أفريقيا بالنص كده دائرة الاستواء. في شمالها مدار السرطان، في جنوبها مدار الجدي. في جنوبها مدار الجدي. يبقى قارة أفريقيا بيعدي فيها 3 دوائر عرض مهمة. في الوسط دائرة الاستواء، في الشمال مدار السرطان، في الجنوب مدار الجدي. في الوسط دائرة الاستواء، في الشمال مدار السرطان، في الجنوب مدار الجدي. يبقى كده عرفنا دوائر العرض اللي بتعدي في قارة أفريقيا. قلنا 37.5 شمالا و 34.5 جنوبا، يعني 70 دائرة عرض. بعد كده نبص 37.5 شمالا و34.5 جنوبا. قلنا بيعدي في النص دائرة الاستواء، في الشمال مدار السرطان، في الجنوب مدار الجدي. طيب، خطوط الطول بيمر فيها الخط الرئيسي اللي هو خط جرينتش اللي هو خط رئيسي اللي درجته 0. درجته 0.
وكمان دائرة الاستواء درجتها صفر، بيمر فيها الخط الرئيسي، خط الطول اللي كنا بنسميه خط ايه؟ خط جرينتش. بيمر فيها خط جرينتش، بتمر ما بين خطي طول 51 شرقا و17 غربا. بص كده، 51 شرقا و17 شرقا و17 غربا. وهي ايه؟ بتمتد اكتر في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي. قلنا بيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسية، اللي هي مدار السرطان، دائرة الاستواء، ومدار الجدي. تمتد قارة أفريقيا في نص الكرة الأرضي الشمالي والجنوبي، يقع تلتها في النص الشمالي والتلت الآخر في النص الجنوبي. ثلثي يعني تلتي، يعني 2/3، إنما التلت الآخر يعني تلت في النص الجنوبي. يبقى هي بيقع، بصوا كده، النسبة الأكبر اللي بتقع بتكون في النص الشمالي، هي فوق دائرة الاستواء. النسبة الأقل اللي بتقع اللي هي إيه؟ في الجنوب. يبقى تقع في الشمال تلتي مساحتها في الشمال، تلتي مساحتها في الشمال، وبيقع إيه؟ التلت بس في الجنوب. يبقى قارة أفريقيا بيقع تلتها في الشمال وتلت فقط في الجنوب. يقع معظم قارة أفريقيا في نص الكرة الأرضي الشرقي، بس زي ما قلت لك هي أكتر نسبة بتقع فيها الشمال الشرقي، الشمال الشرقي، الشمال الشرقي. طيب ناخد بقى الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا. عايزين نعرف قارة أفريقيا يحدها إيه من الشمال، من الجنوب، من الشرق والغرب. فاكرين طبعا إيه الاتجاهات اللي كنا بناخدها؟ يحدها من الشمال البحر المتوسط، يحدها من الشمال البحر المتوسط وبيفصلها عن قارة أوروبا. يحدها من الشمال البحر المتوسط ويفصلها عن قارة أوروبا. يحدها، مفيش حاجة بتحدها من الجنوب، مفيش حاجة بتحدها من الجنوب. يحدها من الشرق البحر الأحمر وخليج عدن. يحدها من الشرق البحر الأحمر وخليج عدن. يحدها من الجنوب، يحدها من الغرب المحيط الأطلنطي. يبقى يحدها من الشمال البحر المتوسط، يحدها شرقا البحر الأحمر والمحيط الهندي اللي بيفصلنا عن قارة آسيا. يحدها من الغرب المحيط الأطلنطي اللي بيفصلنا عن قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تمام؟ كده الأطلنطي بيفصلنا عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. يبقى تقع شمالا البحر المتوسط، شرقا يبقى يحدها شمالا إيه؟ البحر المتوسط، شرقا البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. يحدها غربا المحيط الأطلنطي. طيب تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا، قلنا عند مضيق جبل طارق، عند مضيق جبل طارق. بص كده هنا، تقترب يعني إيه؟ تقترب يعني تقرب أوي أوي منها. تقترب قارة أوروبا، قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق. تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا عند مضيق باب المندب. تقترب من قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق. تقترب ما بينها وما بين آسيا عند مضيق باب المندب. تتصل، يعني ايه تتصل؟ يعني عبارة عن حتة أرض كاملة مفيش ما بينهم فواصل. تتصل أفريقيا بقارة آسيا عند شبه جزيرة سيناء. يبقى تتصل أفريقيا بقارة آسيا عند شبه جزيرة سيناء. تقترب قارة أفريقيا من قارة أوروبا، وركز تقترب يعني بتقرب، عند مضيق جبل طارق. تقترب قارة أفريقيا عند قارة آسيا عند مضيق باب المندب. تتصل يعني بيبقى أرض موحدة عند شبه جزيرة سيناء. تقترب من أوروبا عند مضيق جبل طارق. تقترب من آسيا عند مضيق باب المندب. تتصل يعني عبارة عن قطعة أرض واحدة عن طريق شبه جزيرة سيناء، وبتعد جزء غالي قوي عندنا في وطننا مصر. بتقع سيناء في الركن الشمال الشرقي من قارة أفريقيا. يبقى سيناء موجودة فين؟ في الركن الشمال الشرقي من قارة أفريقيا. هنا بقى بيكلمنا عن شبه جزيرة سيناء وبيقول إن ليها أهمية حضارية واستراتيجية كبيرة. طب يعني إيه أهمية استراتيجية؟ يعني أهمية في السلم والحرب، لأنها فيها حاجات مهمة كتير قوي، منها المصادر والثروات. ده اللي خليها تتعرض للعديد من الحملات العسكرية في خلال إيه؟ كل العصور. يبقى شبه جزيرة سيناء كانت بتتعرض للحملات العسكرية بسبب أهميتها الاستراتيجية. يبقى شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية، ده جعلها بسبب تعرض مصر العديد من الحملات العسكرية من خلالها. كمان ليها أهمية حضارية بسبب انتقال الثقافات والحضارات عن طريق آسيا لأفريقيا زي الحضارات الإسلامية. يبقى هي ليها أهمية استراتيجية لأنها
يبقى ليها أهمية استراتيجية بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها، يبقى لازم تحميها من أجل إنها ما تتعرضش لحملات عسكرية. كمان ليها أهمية حضارية بسبب انتقال الثقافات والحضارات من آسيا لأفريقيا من خلالها، بسبب انتقال الثقافات والحضارات من آسيا لأفريقيا من خلالها، زي الحضارة الإسلامية انتقلت من آسيا لأفريقيا. يبقى بما تفسر أهمية شبه جزيرة سيناء أهمية حضارية بسبب انتقال بعض الثقافات والحضارات من خلالها، أهمية استراتيجية بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية. عشان كده مصر بتحافظ على أمن شبه جزيرة سيناء عشان من خلال الحفاظ عليها تحافظ على الأمن القومي المصري والأفريقي الاثنين، تحافظ على الأمن المصري لمصر وكمان للقارة كلها. لذلك فإن الحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء ضروري لحماية الأمن المصري والأفريقي. تمام كده. يبقى لحد دلوقتي خدنا مساحة قارة أفريقيا ولا 20%، خدنا يحدها من الشمال البحر المتوسط، من الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر، من الغرب المحيط الأطلنطي. خدنا دوائر العرض اللي بتمر فيها، قلنا في الجنوب مدار الجاتي، في الوسط دائرة الاستواء، وفي الشمال مدار السرطان. لحد كده احنا كمان خدنا شبه جزيرة سيناء وأهميتها. طيب أهمية موقع قارة أفريقيا. موقع قارة أفريقيا ليه 3 أهميات مهمة: أهمية استراتيجية، اقتصادية، حضارية. استراتيجية، اقتصادية وحضارية. استراتيجية، اقتصادية وحضارية. طب ايه الأهمية الاستراتيجية؟ هي أهمية زي ما قلت لكم وقت السلم ووقت الحرب والأزمات. ليها أهمية سياسية، ليها أهمية وقت ما بحارب أو وقت كمان السلم، يبقى أهمية وقت السلم والحرب. الأهمية الاقتصادية اللي هي الموارد والفلوس، اللي هي الموارد والفلوس. الأهمية الحضارية اللي هي الحضارات اللي قامت على أرضها. يبقى الأهمية الاستراتيجية الأهمية وقت السلم والحرب. يقول لك لموقع قارة أفريقيا أهمية استراتيجية. ليه؟ لأنها بتشرف أو بتتحكم في ممرات مائية مهمة زي مضيق جبل طارق، زي مضيق باب المندب، زي قناة السويس. يبقى تشرف قارة أفريقيا على قناة السويس، على مضيق جبل طارق، على مضيق باب المندب. ده خلى ليها أهمية استراتيجية. طيب الأهمية الاقتصادية لموقع قارة أفريقيا أهمية اقتصادية. فاكرين الموقع الفلكي الجغرافي اتكلمنا عليه؟ الموقع الجغرافي خلى ليها أهمية اقتصادية، ده أدى لتحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية، لأنها يبقى فيها تحكم في أهم طرق الملاحة العالمية. الموقع الفلكي ده أدى فيها تنوع المناخ، بالتالي تنوع النبات الطبيعي والحيوانات. يبقى الأهمية الاقتصادية لقارة أفريقيا. الموقع الجغرافي أدى لتحكمها في طرق التجارة العالمية. الموقع الفلكي تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النباتات والحيوانات. طيب الأهمية الحضارية فيه. هو الأول قبل ما أعرف الأهمية الحضارية عايزة أعرف معنى كلمة الحضارة. يعني إيه حضارة؟ هي مجموع الإنتاج الثقافي، الأفكار، العادات، التقاليد، الفنون، العلوم، القيم اللي بتبناها الحضارة أو المكان ده. يبقى الحضارة هي مجموع الإنتاج الثقافي، اللي هي الإنتاج الثقافي اللي هي العادات، التقاليد، اللبس، الأكل، اللغة، كل دي تعتبر إنتاج ثقافي. هي مجموع الإنتاج الثقافي زي العادات والتقاليد، العلوم، الفنون، القيم. الإنتاج المادي زي القلاع والمباني والقصور، ده بيميز مجتمع عن غيره في كل العالم. يبقى ده إنتاج مادي خلانا متميزين بحضارتنا. إنتاج ثقافي زي العادات والتقاليد. العادات والتقاليد في مصر فيها بعض الاختلاف عن عادات وتقاليد العالم. يبقى الحضارة مجموع الإنتاج الثقافي زي العادات والتقاليد والعلوم والفنون، والإنتاج المادي زي القلاع والمباني، ويميز مجتمع عن غيره. عشان كده لقارة أفريقيا أهمية حضارية لأنها حضارتها متنوعة. تمام. موقع قارة أفريقيا أهمية حضارية بسبب نشأة العديد من الحضارات، ومن أقدم الحضارات كمان اللي قامت في العالم قامت في قارة أفريقيا. أول وأهم حضارة هي الحضارة في بلدنا مصر، هي الحضارة المصرية القديمة، دي قامت في مصر. تاني حضارة عايزين نعرفها هي حضارة كوش، ودي قامت في السودان. حضارة اسمها كوش، حضارة كوش في السودان، حضارة كوش في السودان. تالت واحدة حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا. حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا. حضارة كمان هنا في الشمال اسمها قرطاج، دي في تونس. يبقى عندنا 4 حضارات مهمة قامت في أفريقيا. أول حضارة اللي هي المصرية القديمة في مصر، حضارة قرطاج في تونس،
حضارة كوش في السودان، وحضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا. يبقى قامت فيها العديد من الحضارات القديمة والمؤلمة. بالرغم ان قارة افريقيا فيها تعتبر احدى قارات العالم القديم، الا ان في كتير قوي من اجزائها تم اكتشافها في مؤخرا او حديثا. تمام. تعالوا بقى نحل مع بعض الجزء ده. نعمل خريطة لقارة افريقيا. اول مدار ده مدار قلنا المدار اللي بيعدي في شمال قارة افريقيا هو مدار السرطان. رقم 2 ده مدار قلنا ده مدار الكدي. رقم 3 دائرة عرض، قلنا دائرة عرض الرئيسية اللي هي دائرة الاستواء. رقم 4 خط طول رئيسي اللي هو خط جرينتش. رقم 5 قلنا محيط ده بقى المحيط الهندي. رقم 6 المحيط ده اللي بيفصل عن قارة أمريكا الشمالية والجنوبية، المحيط الأطلنطي. رقم 7 ده البحر ده طبعا مشهور ومعروف، البحر الأحمر. و8 البحر المتوسط. اختار الإجابة الصحيحة. تعد قارة أفريقيا تاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة أفريقيا. تاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة إيه هي أولى قارات العالم مساحة؟ قلنا اللي هي قارة آسيا. يفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا. إيه اللي بيفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا؟ البحر المتوسط، إنما تقترب منها عند مضيق باب المندب. يبقى إمتى يقول لك يفصل؟ تقول البحر المتوسط. يقولوا تقترب، تقول مضيق باب المندب. تتصل قارة أفريقيا تعتبر أرض متصلة ببعضها فين؟ عند شبه جزيرة سيناء. لو خرجت سفينة من قناة السويس بمصر متجهة شمالا للدوران حول أفريقيا، إيه المسار الصحيح للسفينة عشان تعود لنفس المكان ده؟ تعالوا كده، هي هتيجي هنا من عند قناة السويس، عايزة تمشي شمالا. أول حاجة هتعدي عليها هندوس كده، هتعدي يبقى أول حاجة موجودة فيها عند قناة السويس، تعدي على البحر المتوسط، تنزل عند المحيط الأطلنطي. تمام. بعد كده هتعدي في المحيط الهندي. بعد كده لو حابب ترجع تاني هتعدي في البحر الأحمر لحد ما نوصل تاني قناة السويس. أنهي بقى رقم ألف ولا ب ولا ج ولا د اللي فيهم اللفة دي؟ قلنا هنبدأ بحر متوسط، الأطلنطي، وفي الآخر قناة السويس. طبعا رقم رقم ج، محيط بحر متوسط، أطلنطي، هندي، بحر أحمر، قناة السويس. اكتب كلمة صواب أو خطأ. تقع قارة أفريقيا وسط قارات العالم. قارة أفريقيا هي وسط قارات العالم، صح طبعا. تتوسط قارات العالم بالسين. قارات العالم القديم. قارات العالم القديم. يمر مدار السرطان في النص الجنوبي من قارة أفريقيا. مدار السرطان بيمر في النص الجنوبي من قارة أفريقيا. غلط، بيمر أكتر في النص الشمالي. يقع تلك ثلثي مساحة قارة أفريقيا في النص الكرة الأرضي الشمالي، صح. ثلثي موجود في الشمال. انتقلت الحضارة الإسلامية إلى قارة أفريقيا عبر شبه جزيرة سيناء، صح طبعا. طب هنا بقى المدار الموجود في النص الجنوبي اسمه مدار مدار الجدي. فيما تمثل موقع أفريقيا الجغرافي أهمية بالنسبة للملاحة العالمية. موقع أفريقيا مهم بالنسبة للملاحة العالمية لأنها بتشرف أو تتحكم في طرق الملاحة العالمية. الملاحة العالمية هو مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، وقناة السويس، لأنها بتشرف على أهم ممرات مائية ملاحية اللي هي مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، وقناة السويس. بما تفسر تنوع المناخ والنبات الطبيعي في قارة أفريقيا بسبب تنوع الموقع الفلكي أو بسبب الموقع الفلكي. ده على صحة العبارة التالية: كانت أفريقيا موطنا للعديد من الحضارات القديمة لأنها قامت فيها حضارات مهمة وقديمة زي حضارة مصر القديمة، المصرية القديمة، زي حضارة كوش في السودان، زي حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا، زي حضارة قرطاج في تونس. كده خلصنا الجزء الأول اللي بيخص قارة أفريقيا. تعالوا بقى نبدأ في الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. آخر حاجة أنا نهيت بيها قبل ما نحل قلت إن قارة أفريقيا بالرغم إنها قارة من قارات العالم القديم، لكن الكشوفات الجغرافية ابتدوا يكتشفوا حاجات كتيرة فيها في الفترة الحديثة أو الفترة القريبة. تمام؟ تعالوا نبدأ في دور مصر في اكتشاف قارة أفريقيا. مصر كان ليها دور كبير في إنها تكتشف قارة أفريقيا منذ القدم. طيب أيام القدماء المصريين مصر اكتشفت
قارة أفريقيا في عصر مين؟ ابتدينا في عصر المصريين القدماء. أول حد رحالة اسمه حركوف. قام بأربع رحلات فين؟ نحو الجنوب. كان من أوائل المصريين اللي اكتشفوا أجزاء كتيرة قوي في قارة أفريقيا. يبقى أول دور لمصر في عصر الدولة القديمة كان شخص رحالة اسمه حركوف، عمل رحلة لأجزاء لجنوب أفريقيا وابتدى يكتشف فيها أجزاء في جنوب أفريقيا. كان من أوائل المصريين اللي قرروا إن هم يعملوا رحلات في جنوب أفريقيا، قام بأربع رحلات. طيب رقم 2 الملك مخاو الثاني، ده بعد بعثة للدوران حول أفريقيا بدأت من البحر الأحمر، عادت عند مضيق جبل طارق، استمرت 3 سنوات. يبقى تاني واحد في عصر المصريين القدماء كان اسمه الملك مخاو الثاني، عمل رحلة دوران حول رجع التاني. يبقى قام بيه رحلة دوران بدأت منها من البحر الأحمر البحر المتوسط ولفت لحد ما رجع التاني في مضيق جبل طارق، استمرت 3 سنوات. وصل المصريين القدماء للسودان بعد دول شرق أفريقيا، وامتد تأثير حضارة مصر ساعتها لغرب أفريقيا ونابع النيل استوائي. تعالوا كده نشوف على الخريطة. امتد لشرق أفريقيا اللي هي المنطقة دي، امتد كمان في غربها اللي هي المنطقة دي، وكمان عند منابع النيل هنا اهو، منابع النيل الاستوائية اللي هي عند بحيرة فيكتوريا يعتبر. تمام. طيب العصر الحديث خلال حكم النيل بقى، خلال محمد علي باشا. أرسل محمد علي باشا بعثات لاكتشاف منابع النيل سنة 1839، انتهت باكتشاف النيل الأبيض ورسم خريطة النيل حتى جنوب السودان. يعني قبل محمد علي احنا ما كناش نعرف النيل ماشي ازاي في قارة أفريقيا، ما نعرفش محمد علي عمل رسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان، كمان اكتشف منبع للنيل اسمه النيل الأبيض، اسمه النيل الأبيض. طيب الخديوي إسماعيل ده كان حفيد محمد علي باشا، اهتم باكتشاف منابع النيل لحد ما وصل جنوب دائرة الاستواء. بدأ يكمل خريطة النيل لحد هنا اهو كده لحد جنوب دائرة الاستواء عند بحيرة فيكتوريا. يبقى محمد علي عمل خريطة لمسار نهر النيل في قارة أفريقيا لحد قبل خط الاستواء. جه الخديوي إسماعيل كمل لحد جنوب خط الاستواء. يبقى الخديوي إسماعيل اهتم باكتشاف منابع النيل لحد جنوب دائرة الاستواء. يبقى تاني ناخد دور مصر في اكتشاف قارة أفريقيا. كان لمصر دور كبير في اكتشاف قارة أفريقيا زمان. عصر قدماء المسلمين كان فيه 2 مهمين، رحالة اسمه حركوف ده عمل 4 رحلات للجنوب، ملك اسمه الملك مخاو الثاني ده عمل رحلة دوران حوالين أفريقيا استغرقت 3 سنوات، بدأت من البحر الأحمر وانتهت في مضيق جبل طارق. تمام. لحد هنا كان ده دور مصر زمان. في العصر الحديث كان في دور محمد علي لما اكتشف النيل الأبيض وكمان رسم خريطة للنيل لحد جنوب السودان. خديوي إسماعيل اهتم باكتشاف منابع النيل لحد ما وصل لجنوب دائرة السودان. دور العرب كمان، العرب كان فيهم دور لما مصر ابتدت يبقى فيها الحضارة الإسلامية، ابتدوا العرب يكتشفوا قارة أفريقيا. في العصور الوسطى الجغرافيين والرحالة العرب ساهموا كتير قوي في رحلات في الكشف عن أجزاء كتيرة في قارة أفريقيا، زي رحال مشهور اسمه ابن بطوطة، ده قام برحلات مهمة في شمال وغرب أفريقيا. ابن بطوطة عمل رحلات في شمال وغرب المنطقة دي شمال غرب قارة أفريقيا. يبقى ابن بطوطة قام برحلات مهمة في شمال وغرب أفريقيا، استطاع أن يخترق الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب حتى وصل إلى النيل. طب وفيها لا، الصحراء الكبرى وقتها كانت منطقة صعبة جدا إن حد يقدر إن هو يعمل فيها رحلة، لكن هو قدر يخترق الصحراء الكبرى اللي هي بتضم مصر وليبيا وكل المناطق دي لحد ما وصل لمالي هنا في الجنوب. يبقى قدر إن هو يعمل رحلات في الشمال وغرب قارة أفريقيا، قدر إن هو يخترق الصحراء الكبرى لحد ما وصل لدولة مالي كده. رحالة كمان مشهور اسمه المسعودي، ده كان من أوائل الرحالة العرب اللي زاروا أفريقيا وكتبوا عنه. يبقى ناخد دور العرب في 2 مشهورين قوي، رحالة عرب ابن بطوطة وده قام برحلات في الشمال والغرب لحد ما وصل لمالي. المسعودي ده كان من أوائل العرب الرحالة العرب اللي زاروا أفريقيا وكتبوا عنها. طيب كان مين كمان كان ليهم دور في اكتشاف قارة أفريقيا من العرب؟ كانت التجار العرب اللي كانت بتوصل قوافلهم من السودان وبلاد الحبشة اللي هي أثيوبيا، جزر القمر غيرها، وساهمت إن يبقى فيه نشر في الإسلام. يبقى كمان
التجار العرب قدروا ان هم ينشروا الاسلام من خلال القوافل بتاعتهم لحد جنوب افريقيا. يبقى العرب قدروا ان هم يوصلوا بقوافلهم السودان وبلاد الحبشه لحد جزر القمر. جزر القمر دي هنا كده، وقدروا ان هم ينشروا فيها الاسلام. تمام. يبقى تاني هناخد دور مصر في اكتشاف قارة افريقيا. كان في دور في عصر المصريين القدماء زي حتحورس والخير التاني. في العصر الحديث لمحمد علي باشا والخديوي اسماعيل. دور العرب في 3 ليهم دور اساسي: ابن بطوطة، المسعودي، والتجار العرب. تعددت الممالك الاسلاميه على السواحل الشرقيه للقاره، وامتدت لهضبه البحيرات السوائيه، وكونت ممالك اسلاميه في غرب القاره. يعني ايه ممالك اسلاميه؟ يعني ممالك كانوا بيعملوا مملكه يسموها مملكه مالي مثلا، مملكه اثيوبيا. تمام. ده كانوا بيعملوا ممالك اسلاميه كبيره. الممالك الاسلاميه اكتر كانت موجوده في الغرب، كانت موجوده في الشرق، وجزء منها كان في الغرب. كانت اكتر موجوده في الشرق، وجزء منها كان موجود في غرب افريقيا. تمام لحد كده. طيب احنا هنكتفي لحد كده النهارده. احنا خدنا ايه النهارده؟ احنا خدنا موقع قارة افريقيا، الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، ان هي تتوسط قارات العالم، ان هي تعتبر من قارات العالم القديم. خدنا مساحة قارة افريقيا، قلنا 20% من مساحة الكرة الارضية. خدنا كمان دور مصر ودور العرب في اكتشاف قارة افريقيا. خدنا كمان الاهمية لافريقيا اللي هي قلنا اهمية استراتيجية، اقتصادية، وكمان حضارية، ومن أهمها حضارة مصر القديمة. أتمنى الدرس بالنسبة لكم يكون سهل، والجزء الأول يكون سهل كده بالنسبة لكم. ما تنسوش تحلوا الواجب وتراجعوا الدرس مرة تانية. مع تحياتي سعيدة مدرب.